حياكم الله اعزائنا المشاهدين ومتابعين تلفزيون سكوب، نرحب فيكم من خلال برنامجكم الاسبوعي مثل ما قلنا في بدايه مقدمتنا لهذه الحلقه، ان شاء الله راح تكون هذه الحلقه الى جزئين، كل جزء اكيد هو اجمل من الثاني، ولذلك ضمن الاشخاص والشعراء الموجودين وايضا لما يحملوه من قصائد رائعه وايضا التميز في الالقاء. ضيفنا في هذه الساعه الاولى ضيف جميل وشاعر قوي قادر على اثراء هذا المساء وايضا على امتاعكم من خلال القصيده والالقاء. شاعر قدم نفسه من خلال برنامج شاعر المليون، وهذا البرنامج الأجمل والأشهر في الوطن العربي، وأيضا من خلال هذه الانطلاقة قدر أن يواصل في القمة على هذا المسير من خلال يعني المشاركات الخارجية وأيضا الداخلية. ضيف عزيز علينا وعلى دولة الكويت من العراق الشقيق الشاعر فلاح البدري. مساك الله بالخير ابو عبد العزيز وحياك الله. مساك الله بالنور يا وليدي، هلا مرحبا. الساعة المباركة تكون ضيف عزيز علينا يعني، وأول ظهور لك على تلفزيون الكويت وأيضا من خلال تلفزيون سكوب، ضيف عزيز على الكويت يا أبو عبد العزيز. الله يعزك ويعز أهل الكويت أميرا وشعبا وكل من ينتمي إلى شعب الكويت، وأشكر ثنائك الرائع ومداخلتك الترحيبية اللي صدمتنا حقيقة. تستاهل ابو عبد العزيز، يعني لو بقول قصايد ومقدمات ما توفي في حق وخطوات فلاح البدري كشاعر وايضا كانسان. ابو عبد العزيز يعني من ساعه واحنا قاعدين ندردش برا الهواء اكثر من قصيده يعني، وهذا هذا الشعور المتبادل يعني ما بين الشعبين من فترات طويله، واحنا يعني نعتبر مجتمع واحد، وايضا يعني الجيره لها حق علينا وعليكم. قصيدة كانت في أحد المناسبات المأساوية اللي مرت على الكويت، وقادر الشاعر أنه يترجم إحساسه ووقفاته من خلال هذا الموقف في قصيدة. أنا حاب أني أسمع القصيدة منك. هذه القصيدة أخوي خالد كانت بعد تفجير مسجد الصادق الله يرحمه اللي تفجروا، ونسأل الله أن يبعد الفتن والسوء عن الكويت وعن بلدان العرب بصورة عامة، وأن يرفع الفتن عن جميع البلدان التي تعاني من المشاكل اللي نحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا رقيا بعقولنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب. أما بالنسبة للشعوب العربية والحكام الذين على مناصبهم قائمين بعدالة لا يحسبون حساب التفرقة الجزئية التي ليس لها مقام في القلوب الطيبة الراقية. نعم إن شاء الله. فهذا القصيدة أبو عبد العزيز يعني من أبسط الحقوق علي أني الكويت تعتبر بلدي الثاني، احتضني من بعد الله سبحانه وتعالى ثم بلد الكويت. تستاهل. وصار في الأمر المأساوي، وأنا أرى على القنوات أن حتى الأمير يطلع مع الشعب يعني بنفس الحدث. نعم. يعني شيء لابد أنك أنت تشارك مأساة هذا الشخص. فقلت لا باس يا كويت الفخر عيني خير، أقولها واللي سمعني يذيعي، ما دام بك شعب القلوب المسافير، تطمني والوضع جدا طبيعي. ما دام بك شعب الوجيه المسافير، تطمني والوضع جدا طبيعي. شعب تكاتف بالحدث كنهم غير، شعب تفازع للحدث كنهم غير، متكاتف الحماك سني وشيعي. حتى الأمير اصطف وسط الطوابير يبكي وهو راعى المقامة الرفيعي. دمعة سموه شبه وبلة تباشير، حلت أسى لجروح شعب مطيع لك البقاء. يا حر يا ابن النوادير، من هيبتك ما ضاق صدر والسيعي قاعد لسانية. لك البقى يا حر يا ابن النوادير، من هيبتك ما ضاق صدر وسيع، قايد إنسانية وحكمة وتدبير. هيئة تبصم عليها سريعي، في كل بلد يزهيب لي نواوير، له سموم تشوف جواها ربيعي. ومن دب الفتنة سبوقه مقاصير ما طولت، حالوا عليها سريعي. خبل يغث اخوان مريم تفجير، الله ضايع ومن يتبع كلامه يضيع. من ينطح التكبير يهتف تكبير. في محكمة ربي الشابة شنيعي، مسجد وجمعة ورمضان وتذكير.
أمر يشيب رأس طفل الرضيعي. الله صح الله لسانك ابو عبد العزيز الشاعر فلاح البدري. يعني هذا ما عهدناه من الاشقاء في العراق، دائما يعني ازرونا في مصابنا الجلل، وايضا يعني هذا الترجمه وهذا الذكر الحسن لقائد العمل الانساني سمو الشيخ الصباح الاحمد الجابر الصباح. انت اليوم يعني تمثل الشعر العراقي، هذا المقام الجميل وهذه الأسماء التاريخية الكبيرة. لكن أبو عبد العزيز يعني خلينا ناخذ الخطوات اللي يعني وصلت أبو عبد العزيز. يعني دائما الشاعر وخصوصا يعني في ظروف اللي تعيشها مثل جمهورية العراق ممكن ظروف صعبة ويبتعد تفتقر للإعلام. تفضل خالد. أنا أعتبر الشعر أو الكثير من الشعراء الكثير يعتبرونه رسالة. نعم. والرسالة أمانة. نعم. فأنت لما تقول أنت تمثل الشعر العراقي، أنا عنصر من عناصر الشعر العراقي. أنا أتكلم أبو عبد العزيز تمثل اليوم عندنا هنا على الكرسي هذا احتمال، وأسأل الله أن يجملني في عيون شعراء وأبناء العراق وبلد العراق وشعب العراق، وأن يجملني مع أهل الكويت. يا أبو عبد العزيز أنت خير سفير في أبو ظبي على شاطئ الراحة. يعني رفعت، هذا فضل من ربك سبحانه وتعالى. رفعت يعني تكون محبوب بعيون الناس سواء كانوا من أبناء بلدك أو البلدان الشقاء العرب وغيرهم. تستاهل أبو عبد العزيز. يعني أرد على سؤالي، يعني لما يكون شاعر أو بلد بهذا يعني الأمر اللي قاعد يحصل عندهم، لكنه يثابر ويتواجد ويشارك في مسابقة خارجية، ومسابقة فيها يعني مرت على يعني عشرات الشعراء، وكان في ظروف يعني تجبر الشاعر أنه ممكن ما يشارك. لكن كلمنا عن هذا المشاركة وعن الإصرار وعن التواجد اللي اليوم وصل فلاح البدري. مشاركة اللي بشاعر مليون كانت شاعر مليون مسابقة تريد دعم من شعبك أنت يا الشاعر. هذا ما أقصد. شعبك مبلي مبتلى. نسأل الله يرفع عنكم. نسأل الله أن يرفع. شعب مبتلى. أنا ما أضع اللوم على شعب العراق، لا والله، وما قصروا للأمانة. شعب العراق وقف وقفة، وفي محبين لي بالبلدان العربية، بالكويت، بالمملكة، بالبحرين. في تواصل في لي ناس أصدقاء لي حتى كانوا في بلدان خارج آسيا دعموك وصوتوا. خارج أفريقيا، زي مثلا عندك يعني في ناس حتى من أوروبا تاليات عربية كانوا يدعموني وتواصل معي، ودليل في مقاطع باليوتيوب الحين لو تشوفها في كان دعم. فأنا لا أضع اللوم على الشعب العراقي لأن شعب جريح، ونسأل الله، وأنا واحد من الشعب العراقي. نحن شعب تعودنا على جروح، لكن غزرت هي الأمانة. يعني هذه أنا ما ألوم الشعب العراقي. هذه تثمر شعر أبو عبد العزيز. يعني دائما الشاعر لما يخرج من رحم المعاناة تكون قصيدته مختلفة عن الشاعر الثاني. فايش تختار لنا؟ ايش تختار لنا قصيدة؟ اختار لك قصيدة عن الخوة، عن شنو يعني ايش يخطر ببال فلاح البدري؟ في أحيانا أمور تكون في واحد مثلا أمور غريبة تحدث. نعم. مثلا واحد يسبك ويذمك تعرفه. نعم. يذمك شيء غريب تعرفه، ما بينك بين أي علاقة سيئة، ويذمك. لكن في أغرب، في غريب، في أغرب. الأغرب أن تجد إنسان ما تعرفه ولا يعرفه ويتكلم عنك بسوء ويذمك، ويعني حاشا من يسمع ويسبك على غير السابق معرفة. نعم. شنو السبب ما تدري. محشوم يا أبو عبد العزيز. ضريبة نجاح. كتبت يمكن ضريبة نجاح أنا ما أعرفه ولا يعرفني. لا يعرفك عن طريق الإعلام. إيه يعرفك عن طريق الإعلام. من عجائب دنيتي ما مرني أغرب من أمر يثير الاندهاش، ما هو كل همي ولكن شدني جل مفهوم الغرابة للنقاش. الله. جدا استغرب غريب يسبني. غريب جدا استغرب غريب يسبني سب كره ويستغيث بقوجاش. ما فهمته غير يبدو أنني مشغل مبالة على خالي بلاش. يا سلام. ما فهمته غير يبدو أنني مشغل مبالة على خالي بلاش. فادني فعله حشا ما ضرني، يكفي انه صار لاخرتي معاش. اما من بعض الذنوب يفكني
أو تهيأ من عظيم أجرى رشاش. الله، صح الله لسانك أبو عبد العزيز. يعني مثل هالقصايد هذه ممكن الشاعر يلجأ للخيال ولا لا لازم انه يكتب كل ما يحس حوله؟ شعراء الخيال، شوف، في أبدعوا بمجال الخيال شعراء أبدعوا إبداع يعني إبداع خرافي. لكن أنا والله أشوف أن شعر الخيال ما جربته كثير، يعني يمكن عندي فيه، لكن القصيدة الواقعية الواقعية حلوة. وأول بداياتي وإلى الآن أنا حتى بعضهم يقول لي أنت عندك فقر في القصيد. أنا ما إلا يجيني موقف أقصد عليه. حتى كنت في المسابقة أعاني من الشغلة هذه. أول قصيدة أذكر شاركت فيها بالمسابقة كانت من حادثة وموجودة عندي وشاركت فيها والحمد لله أنها نجحت. وأنا أرى أن قصيدة الموقف ناجحة والله. مع احترام للي يكتبون القصيدة الخيالية أو يرسم من باله خيال كاللوحة. يعني ممكن أبو عبد العزيز يكون الشاعر لا ما هي قصيدة خيال، لكن يضطر انه يقول قصيدة خيال. ممكن في بعض الافكار او بعض الامور ما احب انه يكشفها الشاعر للناس، خصوصا ان الشاعر يحق له ما يحق لغيره. يعني يعني يقدر يوصل يترجم هالموقف هذا في قصيدة ويقول. احنا على قولته شو اسمه مسمى العامي يدمسها دمس. ايوه تغليف. احنا في الكويت يغلف تغليف عادي، يغلف في امور. يعني هو اصلا مو مضطر الشاعر انه يبين لك شنو قصده، ولكن الشعراء اللي يدفنون الحكي ويدغمرون الحكي ترى معروفين ومعدودين على الاصابع. وما نبي نتكلم يعني. ويمكن في اسماء اكبر من عندنا سنا وشعرا واجهنا منهم في الساحه الشعريه وفيهم لم نواجههم، لكن مبين ترى. ابو عبد العزيز، يعني انتم ما شاء الله انعرفتوا في شعر الأبوذية، يعني هذا النوع من الشعر الجميل. يعني ممكن بالكويت في زهيري يمتازون في شعراء الكويت، بالعراق البوذية، في الإمارات التغرودة، في عمان أعتقد المسوبع أو المروبع، في له أكثر من اسم. مروبع أو مرابع. فن الأبوذية يعني. وهذا اللي تسمع لك ممكن 3 مقاطع 4 مقاطع تختصر لك قصيدة كاملة. تجيك 3 أبيات على جناس حلو واحد مختلف المعنى متشابه الجناس. يا سلام. نفس الكلمة في 3 معاني. نوبات يجيك أبوذية وفيه 3 كلمات تجد المعنى فيها متشابه. هذا ما يعني ما أنا أعتبره دخيل على الأبوذية. يا أخي فحول الأبوذية يعني في العراق حدث ولا يعني ايش اقول لك. اصلا استحي اني اتكلم فيه احتراما للاسماء اللي كتبت، احتراما للي اقول لك الله يرحمه واللي الله يمد بعمره. زين من اين تبدا؟ خلنا نسمع نموذج خلنا نسمع يعني نموذج ابو عبد العزيز اللي لي انا. اي ابي شيء لك يعني. يبش وجهه حيا وتلوق بشته علي ولا شحثت النار. بشته بسلم من الماكو عنده يبيع. بشته عشل الضيف من قبل الله حيه. الله الله الله، صح لسانك ابو عبد العزيز. يعني لا تلومنا بحب هالابوذيه هذه. انا بسمع شيء ثاني لانه حيل قصيره. اقول دليت بدليل الدليه العنقود. الله. دليت وصلت بلا دليل. شلون دليت بجليب فراقنا كم دلو. دليت كم مرش انقطع بجفاك لي. الله الله، صح لساني. لكن نجيبها خاف الشات يقولون. لكن يا معود ترانا بخير. لكن لا بينا انحنى لا راغ. لكن علينا سنون بقع سنين. لكن يلوكن مستحى ونصبر اذيه. الله الله، صح الله لسانك. انا والله مستمتع. قلت يمكنك تربطها في والدبينه في شيء ثاني. يحوس ابليس بينا. والدبينه ابليس مشتهينا الرجال. يحوس ابليس بينا والدبينه وعلى الشجره الحصينه. والدبينه قتل منا بدينا
ود بينا ود غراب الدفن جثمان خيه. الله الله، صح لسانك صح بدنك. ابو عبد العزيز، والله يعطيك العافيه يعني على الله يعافيك. هالاختيارات الجميله. مستمتعين اليوم حنا في حضورك الشاعر فلاح البدري، نتكلم عن يعني قصيدة الخوة واللي ابرزت بالساحة الشعرية بالفترة الأخيرة، وما في شاعر يعني ما كتب أو طرق لمثل مثل هذه الأمور. لكن اليوم كثير من الناس من أوساط يعني الدواوين وكذا يقول لك أيام قبل يعني ما كان يطعن حتى في عدوه، يعني الشخص يذكر محاسن عدوه أو الشخص اللي بيغزيه لأن يبين حجم هالشخص هذا اللي قدامه. اليوم قاعدين نلقى الشعراء من أول ما يبدأ يمكن بداية القصيدة كفر في الشخص اللي كان مرافجه ولا الشخص اللي كان قوة له علاقة فيه. إيش رأيك في هذا التحول، يعني إن وجد تحول في نظرك يعني؟ أخوي خالد، لما نتكلم بهالمجال هذا أتمنى أن المقطع ما يقطع. نعم تفضل. كلمة الخوي صعبة. نعم. لما تقول الخوي ترى تجي معادلة للأخو. نعم. مأخوذة من الخوة. نعم. أخوي خوي. إذا كلمة هذا طلع خويك مو زين وجريته بقصيدة، لا تخاوي يا أخوي. الله. نحن بشر خطائين يا أخي. إيه ترى أنا بوجه رسائل حق ناس معينة. نحن بشر خطائين. والله إني شاعر وكل ما يصير عندي خوي الو تجي ترى عندنا اليوم عشاء، قال والله ما قدرت اجي يا اخي. شنو؟ قال والله هذاك بعد قال يا اخوي خله واذا يزعل عشان عشاء. الو ترى فلان اليوم والله عندنا عرس وما جاء. في امور يمكن اكبر حتى من هذه. انا خطاء يا اخي. نعم. انا بشر خطاء. انا خويك صحيح. نعم. لكن انا عطنا المعضله اللي جرت على شاعر انتقد نعم. خويه، خلاه في معضله، في نعم. واجب وليس في مستحب. في واجب وجوب حضور الصديق ولم يحضر. هذه كلها اصدقائنا محاضره على الدنيا السلام وكلني قد عنده على يا اخي. الله. انا ابي معضله. انا لي صديق. نعم. شوف لي صديق، وصديق كان احضري مو بدوي، احضري من حضر العراق ولازم اتعامل معاه بالشعر الشعبي، وانا بالشعر الشعبي العراقي اقدر الحمد لله اقدر اكتب. كانت اول قصيده لي بالشعب العراقي، كان يعني عزيز ولا زال عزيز بالشعر الشعبي العراقي. حلو. يعني حتى لو تلقى فيها مفردات بدويه لكن مبين انك كاتبها بالشعر الشعبي. نعم. حتى لما خاطبته قاعد اخاطبه بادب. نعم. زين. لان ما يصير خويي 5 6 7 15 سنه وخلاص انتهى كل شيء من موقف يعني، او قرابه. في بعضهم حتى على ابناء عمومته سيده يتركه خلاص ويكسى عليهم. يعني انت الله اعطاك موهبه لا تكسى عليهم يا اخي. بشر في هذه الموهبه. نحن ليس معصومين يا اخي. نعم. احنا مو معصومين بالعربي. العربيه هذه احنا قلنا نسمي العاميه عربيه. يا اخي بشر خطاء. حلو. الله سبحانه وتعالى يغفر، سبحان العزيز الجليل يغفر، فما بالك انت المخلوق ما تغفر له يا اخي. شنو القصيده؟ اقول لك ترى لينكر جميلك ناقص وبذات. ما شاء الله. البذات اللي قليله ذاته عندنا. نعم. بت ذات يعني حبله واحد بذات. موجوده عندنا ترى هالكلمه. ترى اللي ينكر بت ذات بت واحد. ترى اللي ينكر جميلك ناقص وبذات، ولا من ظهر ابوه ولا ولد حره. يا سلام. لك طيب الك والله معاي بخوتك وقفات، يل طبعك تهد وتنشف العبره. الله. مو مره ولك فازع لي بالمرات. يا سلام. يخسى والله اللي يقول لك فزعتك مره. كنت روح العزيزه، كنت وقت الفات، كنت طارق صباح ويونس بزغره. طارق صباح اخواني. الله. يونس ولدي الله يخليها. كنت روح العزيزه، كنت وقت الفات، كنت طارق صباح ويونس بزغره. كنت بلسم جروحي لو صحت آهات، كنت جرة عطر وانكسرت الجرة. يخيش غيرك مو كنا خذ وهات، ما نحسب حساب ال5 وال10. عشرتنا اصبحت يا معود كلاوات. الله. مو هيك اللي يريد يدور العشرة رقعها اشتحط دبرها عندك هات. ما عندك عذر لان فعلتك عشرة. لا تطعن قلب متعلم الطعنات، وخذ كلمة حكيمي يعلمك العبرة. تعلمت الطعن وامك تعط طلقات بيك وترتجم من انتاجك الثمرة، لكن هيهات ترجع اخوتك
هيهات. لو برغش يفز ويقوم من قبل. الله، عسى الله يرحمه ويغفر له. ابو عبد العزيز، هذا الشعر اللي من ساعه انا اتكلم عنه، يعني ما جرحت هالشخص هذا، ذكرت المواقف، ويعلم الله انه ما كان في اتفاق بيننا يعني اني اذكر والله. لكن هذا يعني العربي الاصيل يعني يذكر محاسن صديقه، ومثل ما ذكرت الاعداء يذكرون. ابو عبد العزيز، قصائد المدح وهذا المجال الواسع يعني، واللي أصبح بالفترة الأخيرة أيضا متصدر في الساحة، يا ليت اللي يستاهل ما تنقال فيه قصيدة، ديوان معلقة ينقال فيه، لكن اليوم ما صار في أساس لهذا الشيء. يعني أنتم كشعراء اليوم، أنا ما ألوم فلاح البدري لأني والله ما سمعت، ممكن كتبت في شخص ما يستاهل، لكن اليوم أتكلم كنموذج أنت من الشعر، ممكن يقول لك والله لا والله اليوم الغلط على الشعراء اللي فتحوا هالمجال هذا. فوينكم انتم كشعراء من هذا المجال يعني؟ انت حاسد يا خالد؟ لا بالله ماني حاسد. اللي يمتدح ولا اللي يمدح؟ الطرفين. انا قاعد اناقش وياك قضيه، انت اليوم شاعر وانا ما احسدح. لا، هذا الموضوع يمكن اكثر البرامج، اكثر اللقاءات تكلمت فيه. حلو. تكلمت، دارت فيه دوائر. حلو. دوائر، وجهة نظر، بدون ذكر اسماء او بعضهم ذكر اسماء، بعضهم قال انا في لقاء قال انا. نعم، ايش تبون انا؟ فدع الخلق للخالق يا اخي. ما أنا كل يحاسب نفسه، يعرف مسيره صح ولا خطا يا أبو. حلو. كتبت قصائد في اشخاص ما كانوا يعني ما كانوا يستاهلون هالقصائد هذه بكل امانه ابو عبد العزيز، يعني بعد فتره؟ لا، مو هذه. انت تقول طلب منك احد قصيده تكتبها فيه؟ لا، هذه مجال ثاني. توصل هذه لا. زين. اما شخص انا فرضا لي ابن عم من قبيلتي، نعم، في موقف، في ديوان، في فعل خارج القبيله، شرف القبيله وشيمها. حلو. يمكن الشيخ يصيح له ويكرمه ويدعي على كرامه، انا شاعر اكتب فيه لان شنو رفع من مقام القبيله. يا سلام. زين. او الوطن او العائله او البيت، دافع عن القبيله. الشيخ في الان يعني مع احترام لشيوخ القبائل، ان لم يسكت نعم، يقول الحق، او ان لم يقول الحق يسكت. نعم. زين. بعضهم لا، ما فانت اذا رايته يتكلم الشيخ ويدافع عن قبيلته او عن ابناء محيطه، نعم، يستحق انك تمدحه بدون لا يقول لك، وهو والد للجميع، لكن ما ترتجي من عنده مده. نعم. لكن انت يا اخي لا تحسد الناس، عطايا شيوخ من عطايا الله. الله تستاهل يا ابو. مو انا اللي قايلها، الناس يقولون عطايا شيوخ من عطايا الله. لا بالله ابو عبد العزيز، يعني ما تلام في اذكر حتى يعني في بعضهم يسوي عليك جميل يا اخي، يعني لو ما ادري عن وقت البرنامج، يعني انا مره بدبي وفي رجال ما اعرفه. نعم. فقالوا الرجال يسلم عليك وهذا سكنك ببلاش تستاهل، واذا بالسكن اكلك وشربك وكل شيء موجود فيه، وعزوبيه وهبه ريح، وانا ما اعرفه معرفه مسبقه ذيك. نعم. المعرفه يعرفك كشاعر فقط، يعرفك كشاعر، يلقى الله فلان آدمي. زين. نعم. ليش سوى معي هالشكل؟ لأنه شاف أني أستاهل يجوز. نعم، تستاهل. زين. لما لقيت الرجل عرفت أن الرجل ما مفكر أني أقصد فيه ولا هو بحاجتي. نعم. زين. ولكن هذا طبعه، مسويها كرم وضيافة. فدرى أني أنا صديق لابن أخيه، ودرى أني بدبي، قال هذه سكن موجود ويسكن. نعم، تستاهل. فعلى أن رجل يقدرك بدون أنت ما تدري، يعلم الله أني ما أعلم، بس أني أنا خوي ابن أخيه. نعم. فأجي رجل، أجي البيت فاضي، أجي للبيت ألقى الذبايح، ألقى واجب وحشام وكرام وخدم وحشم، بيت كرم. فهذا وضع فيني في داخلي بصمة. حلو. فلا بد أني شنو أجازيه، بيت أروح أكرم وهو غايب، ترى ما هو في البلد. فكتبت قصيدة خطيتها وحطيتها بأول مدخل البيت بالسيب. اي بالسيب. فقلت بصمة كفو خطيتها بيمن السيب، عشان كل ما جاك ضيف قراها. الله. لا غيرها عندي ولا توفي الطيب، عساك تقبلها وتكفي
عساها عساك تقبلها وتكفي عساها يا ابو تميم، احترت بين الاساليب قصايدي طيبك جزا مستواها، لا والله هلا يا حمد ديل للشيب حملت كتف جور بقعه لواها. انا همومي كيف رد المواجيب وانت الجمايل ما تدور جزاها، للضيف 3 أيام دار المعازيب الله ودارك سبيل الكل ضيف نصاها، للضيف 3 أيام دار المعازيب ودارك سبيل الكل ضيف نصاها. دار مشرع بابها لوك تغيب لو هي لغيرك ينتفع من وراها، كانت جرها يا أخي. الله دار مشرع بابها لوك تغيب لو هي لغيرك ينتفع من وراها، بعيد وتحاذر عن الشك من الشك والريب، خايف على الضيفان ينقص عشاها. انا اشهد انك ذيب ومعقبك ذيب، نعم الرجال اللي يشيم نباها كزيت لك مع سيف نسخه على الويب وعلقت لك نسخه بدارك تراها. الله الله صح الله لسانك ويستاهل. فكانت هو يستاهلها، يستاهل طيب مسبق. نعم طيب مسبق يعني ولا يرجع لابد انك تجازي، يعني تبي امشي من داره واحط له شيء مادي؟ لا بيض هذا هو يدري انه هذا بالضبط. ابو عبد العزيز واشكره انا من خلال هالمنبر هذا يستاهل، واحنا يعني باسمك نشكر ابو تميم الاخ حمد يعني أبو تميم حمد، ونعم يستاهل. اشكره شكر كبير والله. ابو عبد العزيز، القصيده النبطيه اللي انت ما شاء الله تجيدها، رغم ان يعني وكثير من الشعراء هناك ممكن يجيد هذا يعني الطرق من هالقصائد، لكن يعني امتازوا انهم يطلعون في شكل اخر، القصيده الشعبيه العراقيه او كذا، الا انك انت حملت هذا اللواء، وقبلك ايضا في شاعر المليون عادل الشاهين وكثير من الاسماء اللي ما تحضر لي للذكر وليس للحصر. التميز في كتابه هذه القصيده اي قصيده النبطيه؟ القصيده النبطيه. انا عايشت، شفت العراق فيه باديه كبيره، نعم، لكن انا سبق وقلت لك الظرف ما يسمح يا اخي. نعم. وفي عندنا برامج الحين، عندك اخوي الشاعر اوجه له تحيه هلال صلفيت الشمري كان مشارك معي بنفس النسخه. ونعم. هلال داهيه شاعر معروف، كاركتر خاص منفرد، يعني هلال معروف على مستوى الوطن العربي. قصيدته بالجامعه. ايوه قصيدته بالجامعه وغيرها، قصيده الطياره يوم ينام بدبي وغيرها. هلال كبير 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 بمعنى الكلمه. نعم. في عندنا هناك لكن منابر شعريه تخدمنا. انا شاركت مرتين هناك منتديات شعريه، كانت قصيدتي الشعبيه العراقيه تنجح، اما النبطيه ما تنجح، لان المتذوق نعم متذوقنا اللي من ابناء الباديه ما يحضر الى هذا المجال. فشلون يعني اروح لعنا للبر، احنا ريفنا. لا الحمد لله وصلتوا له من خلال هالتليفونات. الحمد لله. وبعدين لا تنسى انا معايشتي الشعب الخليج، نعم، هذه كتجربه يعني خدمتني بالمجال هذا فعلا. يعني حلو. انا حاب اسمع من عندك شيء. حاب تسمع؟ يا اخوي دوس الشوك والحق على اخوك. الله. قبل ابتدي بالقاف وادعي شجوني، اقسم برب البيت ما خط بالبوك، حرفا قبل تذرف مدامع عيوني، من بعدها تكفى وطالبك وارجوك. الله. تحفظ عرق وجهي وترفع طعوني، بالناس يسوي دراس ولسان هيلوك. الله. ان ما كفاها الزاد قال طعموني، لا شك انا فشيتها نصبح علوك، تمزر لحمنا ضروس روس العفوني، ترطل علينا شدوق وتركنا فكوك، تهدل براطمهم وهم يمضغوني، لا تشتكي وتبرهن الشك بشكوك، يا ما على الشكات ربع شكوني. الله. قبلك كثير من اقرب الناس كفوك، اللي شرور افواههم ما كفوني. الله. ادري اللي جوني قبل قول تنجوك، اللي عنوني قالت الروح جوني، ربعي على زود الوفا كانوا ملوك. الله. ملكتهم لب الحشا وجحدوني، واليوم صرت بسوقهم عبد مملوك، عزة وصراير ملحهم ورخصوني. الله. الله. الحين راح يقولون قبل شوي ما تكلمت عنهم، بس انا ما ذميتهم ترى كلش. لا ونعم فيهم. الخوة تختلف يا اخي.
نعم. نعم تفضل اخوي خالد. والله ابو عبد العزيز مستمتع يعني، والله العظيم يعلم الله ودي يعني السوالف، الشعر، الحوار وياك كله ممتع يعني. يعني انا اشكر الاخوان اللي دائما اشوفهم من خلال يعني سناباتهم، من خلال تويتر، من خلال الانستغرام، يعني حمد السعيد، ابو خالد، بدر الصفوق، ابو يوسف، اللي دائما يعني يتواجد فلاح البدري عندهم، وهم اللي يعني ساهموا في شكل كبير في برنامج شاعر المليون في اظهار وايصال لنا مثل يعني هالاسماء اللي تشرفنا للامانه. والله انا يا خالد انا انحرج اني اذكر، اقدر اقول لك انا من خلال هالمنبر اشكر فلان، اشكر زيد، عمرو من الناس، ولكن الاسماء اللي تحب فلاح اصبحت كثيره. يعني لو بقول انا اشكر اخوي ابو خالد حمد السعيد، لأن من المحفزين لي حتى في شاعر المليون. أنا هذا أرجع وأقول لك أشكر أخوي أبو يوسف. أنا ليش ذكرت هالاسمين هذولي أبو بدر الصفوق؟ لأني أعرفه قبل شاعر المليون، يعني صعب. فلو بشكر في شيوخ من شيوخ الكويت، أسأل الله يطول بعمارهم والشعب، راح أشكرهم. في من أبناء الشعب، في أنت وأمثالك وشرواك والغانمين كلهم. يا اخوي انا حتى لو اشكر المصورين هذولا والكاميرات ماني موفق. تستاهل. انا ابو عبد العزيز يعني هذا اللي خلاني يعني اتشكر من هالشخصين هذيلا، لانهم يعني هم اللي قدموا لنا فلاح البدري وباقي الاسماء اللي تطلع في شاعر المليون. فيها الختام يعني انا مرت والله الدقائق سريعه يعني للامانه، من حوار، من شعر، من كذا، لكن ما سمعت منك شيء لو مو غزل قريب للغزل ابو عبد العزيز يعني. ولا القلب مو اخضر كلش؟ لا مو سالفه مو اخضر، بس حتى لو القلب اخضر يا رجل، الجوارح كلت. قلب اخضر والجوارح كلت، والله يصلح شطر بيت. شطر هذا والله. الجوارح كلت. لي يقول سامحيني والمسامح خير. يا سلام. سامحيني والمسامح خير، ما ببوح اسراري الشخصيه. هذا انا مبطي ومخ مجير، هذا انا مبطي ومخ مجير، ما يعيش احلام هالورديه اكبر ولا زال حلم صغير. صرت عود وهو بالعذريه، الله لو قلبي ما هو متغير. والعزيز يشوقني طاريه، ودي يوم اجيك مسير، وادرين ودك تحين الجيه، حيث حبل الود ما هو قصير. القصر بظروفي النفسيه ووجودي كني المذير، وزد غالي فاقد غاليه، ما نسيتك الحظيظ عثير، والسعاده كنوزها نسبيه. الله صح لسانك ابو عبد العزيز. كل الشكر لك وعلى تواجدك. اذا حاب تختم في كلمه. احب اشكر بلدي الثاني بلد الكويت، واشكر قناه سكوب وكل القائمين عليها، واشكرك انت اخوي بالذات اخوي خالد شاهين، وكادر تصوير البرنامج من مصورين الى انتاج كلهم. وانا فعلا اشكركم لانكم بحثتم عني ولم ابحث عنكم. تستاهل يا ابو عبد العزيز. كل الشكر لكم، وانا تشرفت بحلولي ضيف عندكم. الساعة المباركة يا ابو عبد العزيز، كل الشكر لك. كل الشكر لي يعني الضيف اللي حل علينا في الجزء الاول من برنامج رد الصدى، الشاعر فلاح البدري، شاعر غني عن التعريف. استمتعنا من خلال القصيدة وايضا الحوار، وان شاء الله نلتقي معاه في حلقات قادمة. نطلع فاصل ونرد معاكم مع ثاني ضيوفنا.